خبر تيفي، للخبر بقية. إليكم مشاهدينا أهم عناوين أخبار اليوم. إعلامي جزائري يتهم المغرب بالكذب والرد كان قاسيا. المغرب يوجه ضربة موجعة إلى فرنسا. المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط على زر اللايك ليصلك آخر الأخبار المغربية. إعلامي جزائري يتهم المغرب بالكذب والرد كان قاسيا. حيث قصف الإعلامي المغربي المصطفى العسري بوق كبرانات الجزائر وأحد أكبر مروجي بروباغندا العسكر أحمد حفصي برد ناري بعد تطاوله على المغرب. وكان الإعلامي الجزائري أحمد حفصي قد نشر تغريدة على حسابه على تويتر جاء فيها: يبدو أن المغرب الذي يتبجح بتوغله في إفريقيا وشبكة علاقاته ويستقوي بحليفاته إسرائيل في بسط نفوذ افتراضي في إفريقيا على الورق عجز عن إرسال طائرة مغربية لإنقاذ رعاياه ودبلوماسييه من براثن الحرب الدائرة في السودان، ولجأ في خطوة مذلة للشعب المغربي لبلد عربي آسيوي هو السعودية لإجلاء بعثته الدبلوماسية ورعاياه عبر سفينة عسكرية سعودية نحو ميناء جدة السعودي. وأضاف قائلا: هذا يكرس عزلة المغرب إقليميا ودوليا مع توالي سلسلة الانتكاسات الدبلوماسية والفضائح على جميع الأصعدة. وختم طبال العسكر الجزائري تغريدته متفاخرا: نحن مثلا قمنا بإجلاء رعايانا ورعايا دول أخرى بأياد جزائرية. وردا على أكاذيب وادعاءات حفصي، نشر العسري صورا على صفحته الفيسبوكية توثق لمقالات صحفية تحدثت عن قيام المغرب بإجلاء الطلبة المغاربة وإشقائهم الجزائريين بعيدا عن براثن الحرب الروسية الأوكرانية بعد نشوبها بأيام قليلة. وعلق العسري على الصور التي توثق للخطوة النبيلة التي أقدم عليها المغرب قائلا: هذا هو الفرق بين الأمم الكبيرة وبين الكيانات اللقيطة التي لا يمكنها إلا أن تنجب المرضى والحمقى الذين يريدون أن يخلقوا تاريخا من الأوهام على مقاسهم. وختم العسري تعليقه بالقول: كيان في طريقه إلى الزوال، فما عاشه من استقلال لمدة 60 عاما يعتبر لا شيء بالمقارنة بقرون من التبعية والاستعمار والإلحاق لمراكش أو إسطنبول أو باريس. المغرب يوجه ضربة موجعة إلى فرنسا. كشف موقع أفريكا انتليجنس المتخصص في الشؤون الفرنسية الإفريقية أنه تم إلغاء زيارة كانت مبرمجة من لدن وفد برلماني فرنسي للمغرب. وقال ذات المصدر إن وفدا برلمانيا من مجلس الشيوخ الفرنسي كان من المفترض أن يزور العاصمة المغربية الرباط أواخر شهر أبريل الجاري، لكن وزارة الخارجية المغربية قررت خلاف ذلك. وتمر العلاقات المغربية الفرنسية منذ مدة ليست بالقصيرة بأزمة لم تعد صامتة بفعل ما رشح عنها من معلومات وما أفادته مؤشرات متنوعة تعبر عن عملية شد وجذب حاصلة بين البلدين. ولعل أبرز ما يفيد في ذلك رفض أغلبية طلبات التأشيرات المقدمة إلى القنصلية الفرنسية من طرف المغاربة الراغبين في السفر، وأغلبهم كانت فرنسا وجهتهم المعتادة، مما شكل صدمة للوبي الفرنكفوني نفسه في المغرب. لكن هذا يبقى مجرد نقطة برزت إلى السطح وتحيل إلى أزمة أعمق لها أسبابها وخلفياتها المتراكمة، وهي عديدة أبرزها موقف فرنسا الغير واضح من ملف الصحراء.